يا مساء الفل على جميلاتي، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات. يلا بقى النهاردة نبدأ مع بعض فيديو جديد، هنعمل مع بعض أكلة في كل بيت مصري. معايا كيس مكرونة سباكيتي وكيس صلصة، ومعايا بطاطس تقريبا ده كيلو. هعمل مكرونة سباكيتي وبطاطس وبيض. جبت بطاطس قشرتها، وبعد ما قشرتها غسلتها كويس جدا. هبتدي بقى اقطعها معاكم صوابع، هقطع الكمية كلها صوابع، وبعد كده هحط عليها مية عشان ما تغيرش لون او ما تسودش. البطاطس لو قطعتيها او قشرتيها وسبتيها بتسود تقريبا عشان فيها حديد. هما انا قطعتها صوابع وحطيت عليها ميه. هبتدي بقى ان انا احط الصلصه، هي الصلصه دي متسبكه يعني تقريبا كده 90%. هبتدي ان انا احط زيت، وحطيت مكعب زبده عشان يديها طعم حلو. دي زبده كريستال، عايزه اقول لكم ان زبده كريستال دي تحفه. طبعا كل الناس عارفه زبده فرن وبتستعمل زبده فرن، هي حلوه برضو بس الاحلى منها كريستال. جربيها وهتدعيلي، بجد مظلومه ومش واخده حقها. حطيت بقى الصلصة وغطيت عليها ووطيت النار خالص. بصوا فكت خالص اهي. هبتدي بقى ان انا احط لها التوابل بتاعتها. هحط لها شوية ملح، وهحط فلفل اسود، واحط بابريكا مدخنة عشان تدي لون وطعم، واحط كمان رشة توابل لحمة، وهديها تقليبة كده، واغطي عليها واسيبها بقى تتسبك براحتها خالص. كنت حاطة مية تغلي في الكتل، هبتدي انزل بيها بقى. مية غلت، انزل بيها في الحلة وهسيبها لما تغلي تاني، وهحط عليها ملح وزيت. وهنا بقى كنت بحمر البطاطس، حطيت البيض يتسلق وحطيت له معلقة ملح عشان لما تيجي تقشريه القشر ما يطلعش فيه البياض. حطيت بقى زيت وملح في مية السلق. حطيت المكرونة تتسلق. هنا كانت خلاص اتسلقت، انا بسيبها تتسلق بالظبط حوالي 8 او 7 دقايق. لو هتاكليها على طول اسلقيها 8 دقايق بالظبط بتكون استوت. لو هتحطيها لسه في الصلصة وتحطيها على النار اسلقيها 7 دقايق او 6 دقايق كده يعني. انا كنت خلاص حمرت البطاطس، حطيت بقى عليها ملح وبهارات لحمة وبابريكا مدخنة وهقلبها. البابريكا المدخنة والبهارات اللحمة بتديها طعم زي السوريين كده، بيحطوا توابل كده على البطاطس بتاعتهم، بيبقى لها طعم حلو قوي. هنا كانت خلاص المكرونة اتسلقت. هقولك بقى على تريكات تعمليها لما تسلقي مكرونة. لو هتسيبيها على جنب شوية حطي عليها شوية زيت، بتخليها ما تلزقش في بعضها ولا تعجن. انا عملت كده وركنتها، مفيش مكملتش 5 دقايق، ونزلت بقى عليها بالصلصة وقلبتها وهغرفها على طول. انا مش بحط المكرونة الاسباجيتي على النار، انا بسلقها لوحدها، ولما باجي اغرف بحط الصلصة على المكرونة على طول. فانا حطيت الصلصة عليها في الحلة على الكمية كلها. انا كنت بحط في كل طبق الصلصة بتاعته، فالمرة دي بقى حطيتها عليها كلها وغرفت بقى المكرونة. عايزة اقول لكم طعمها كان تحفة بجد. بهارات اللحمة بتدي طعم لصلصة المكرونة فظيع. ولو عندك بقى زعتر، انا نسيت احط زعتر، الزعتر بيدي طعم رهيب للمكرونة. هنا كنت خلاص غرفت. بصوا الجمال والحلاوة، حاجة كده عظمة. وبكده تكون اكلتنا النهاردة جهزت، مكرونة وبيض وبطاطس، والف هنا على قلب اللي هياكل. بس كده ويكون كده خلص الفيديو بتاعي معاكم النهاردة. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد على خير. هستناكي تعملي لايك حلو زيك وكومنت جميل وتصلي على النبي. ولو مش مشتركة في القناة اعملي اشتراك.